عيش البكاكين. لو عجبك الطريقه ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزلك على طول. يلا نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام، واقول لكم الطريقه بالتفاصيل وازاي يطلع معاك عيش البكاكين كلته قابب كده زي البلالين ما يعملش منك ولا واحده. هقول لكم على الطريقه مظبوطه ويطلع كلته ما شاء الله عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا اعمل لكم بقى عيش البكاكين. طبعا كلكم عارفينه، يعني هو عيش بيتعمل دايما في السحور، بس بيتاكل في وقتها، يعني ما ينفعش يتعمل منه غير في الفريزر بس. فانا عامله بطريقه سهله وبسيطه باللبن الرايب. كان عندي كوبايتين لبن رايب كده، فقلت اجيب بقى كيلو دقيق كده علشان اعمله. معايا هنا كيلو دقيق، وهرش عليهم رشه من الفانيليا، رشه بسيطه خالص، وربع معلقه كده من الملح، ومعلقه من الخميره، ومعلقه كبيره على شكل هرمي من السكر. هضيف كمان حاجه بقى عشان تديله ماده الرفع، هضيف كده نص معلقه بيكنج باودر. نص معلقه كده بالشكل ده كده. طبعا كل المكونات الجافه دي مع بعضها كده اقلبهم بقى كده. هو اسمه عيش البكاكين الكوماج، يعني له كذا اسم يعني، فهو في الاول وفي الاخر اسمه عيش هنا بقى البكاكين. عندي كده كوبايتين من اللبن الرايب، وعندي هنا نص كوبايه من او نص الا شويه من الزيت والسمنه على بعض. سخنتهم كده حاجه بسيطه، دفتهم زي دمعه العين وسبتهم، لان مش عايزه الحاجه سخنه قوي عشان ما تموتش الخميره. واللبن الرايب برضو دفيته حاجه بسيطه بس. هبدا كده بقى نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف اول حاجه كده السمنه والزيت. انا كنت بعمله دايما في رمضان، بيبقى حلو قوي وقت السحور بالجبن والطعميه والحاجات دي، بيبقى عيش بجد في منتهى الجمال. فانا دايما بعمل حتى لو ربع كيلو حتى دقيق، يعني حاجه ما تسكرش. ممكن اعمل 10 ترغيفه بس، ما اعملش كتير ولا حاجه، يكون حاجه سخنه كده وقت السحور. وبتعمليه في فرن البوتاجاز عندك، يعني مش بيحتاج انك تشغلي البوتاجاز الفرن ولا اي حاجه خالص، في الفرن بتاع البوتاجاز. مش عايزه برضو الزيت والسمنه يكون كتير علشان ما يبقاش مفتول كده. نص كوبايه بس على الكيلو دقيق. احط بقى اللبن الرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللبن الرايب زي ما قلت لك يكون دافي زي دمعه العين كده، علشان ما يموتش الخميره بتاعتي. لو كان سخن هيموتها، لو كان ساقع هيغيب ان الخميره تتفاعل بسرعه. فدي بيسهل عليا طريقه خمران العيش، حتى لو في الصيف او الشتاء يعني ما بيفرقش. طبعا الدقيق اللبن مش محدده الكميه، لان كل دقيق وله بيحدد يعني ياخد سوائل، مش كل دقيق شكل بعضه. هلم بقى كل الدقيق ده، مش هزود خالص. لو احتجت ميه هضيف برضو نص كوبايه ميه كده، او حسب برضو ما الدقيق بيتقبل معاكي الميه. انا ما بحددش كميه السوائل ولا كميه الميه غير لما اشوف الدقيق بتاعي بياخد قد ايه. هفضيه كده بقى من البوله واضربه شويه على الرخامه بقى. خلاص بقى كده. بسم الله ما شاء الله بالشكل ده، بقت ملمسها طري خالص. شايفين؟ مش
بتلزق في الايد ولا اي حاجه. هجيب بقى البوله تاني هحطها فيها كده، وعلى الشاي شويه زيت صغيرين كده. واغطيها بكيس بلاستيك بقى لحد ما تخمر معايا. هنا بقى كده ما شاء الله العيش خمر اهو اهو. فضي بقى الهواء اللي فيه، نزلها بقى كده على الرخام. خرجي الهواء كله اللي فيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بقى كده. انا رشه دقيق على الرخامه. طبعا انا بغسل الرخامه كل يوم، كل يوم بغسلها في كل ما اجي اغسل مواعين، وقبل ما انام بغسلها كده بشويه من الخل، عشان انا بقطع عليها كل حاجه. طبعا احنا النهارده عاملين نواشف، فحماتي ربنا يديها الصحه يا رب هي اللي بتعمل الاكل تحت، وقالت لي كفايه بس اعملنا العيش ده عشان انا ما بعرفش اعمله. ما شاء الله والله العجينه ما شاء الله زي الملبن معايا. خلي كل القطع زي بعضها كلها عشان ما يبقاش في واحد كبير وواحد صغير. ما بحس كده وانا بعمله ان في واحد كبير بقطع منه شويه. خلاص خلصت الكيلو دقيق. طبعا عامل الكميه اللي انت موجوده انتوا شايفينها دي. انا واقفه هنا في المطبخ، المطبخ فوق حماتي يعني انا فوق وهي تحت، وشم ريحه الاكل بتاعها والله ما شاء الله. هي بجد شاطره قوي قوي جدا في الاكل، ونفسها حلو قوي في الاكل. هو الاكل ما هو اللي نفس، ولا بتستعمل حاجات زي البهارات ولا اي حاجه خالص، بس ما شاء الله اكلها بيطلع ما شاء الله زي العسل. كده الكميه اللي خلصت الكيلو دي هغطيها بقى بستريتش واسيبها اي تخمر شويه. اخبز واحد كمان. طبعا انا مش هخبز كله يعني علشان الفيديو ما يطولش. ما تحطيش دقيق على الوش كتير علشان يبقى وشه كده ايه، معلوش دقيق كتير. ما يكونش برضو رقيق، يكون سمكه بالشكل ده كده علشان العيش يبقى ايه شايفين اهو. يا رب يكون واضح وشايفينه الاطراف كلها زي بعضها، والوسط برضو يكون نفس الموضوع. العيش ده حلو قوي قوي، كنا بنعمله والله في رمضان. كنت كل شويه كده اعمله زي ما قلت لكم، وما ياخدش وقت خالص، وبيتاكل لوحده اصلا يعني. مع رمضان بقى اللانشون والجبن والحاجات ده بيبقى ما شاء الله زي الفل. كنت والله بسيب الغموس واكله لوحده. حلو قوي برده ما يكون عامله كباب فراخ، بقوم رايحه عامله لاولادي شويه يعني، احسن كمان ما اجيب عيش من بره. طبعا فرشه كده ملايه على الارض في المطبخ، اللي ببططه كده بحطه على الملايه. اوريكم لما اخلص الفيديو، لما اخلص يعني اخر العيش اوريكم. هعمل الشويه الباقيين دول بقى اعملهم مطاول عشان يبقى عامله لكم بالشكل ده وبالشكل ده اهو، يعني زي بعض اهو. تروحي جايه شاده من هنا كده، وتروحي جايه شاده من هنا كده.
بيبقى عامل زي الشكل البيضاوي كده اهو زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه الاطراف كلها تكون مساويه بعضها. كده العيش خلص خلاص اهو. عملت هنا جزء مدور، نص مدور ونص عملته مطول كده. هسيبه بالظبط 10 دقايق تاني يرتاح شويه، وبعد كده بقى اخبزه في الفرن. بقى كده الصواني طبعا ما رصش في الصينيه على طول، الصينيه دخلها الفرن، لازم تسخن اول الصينيه. انا مشغله الفرن من فوق ومن تحت، وهجيب اخبز اللي انا عملته الاول خلاص هو اللي هحطه هنا. بقى هدخل الصينيه الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي في الفرن اهي مشغله عليها من فوق ومن تحت. هنا بقى طلعت الصينيه من الفرن طبعا سخنه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ارصهم بقى كده اللي انا عملته الاول عشان هو اللي ارتاح شويه في الاول. انا عماله اخلص بسرعه عشان الكهرباء بتقطع عندنا الوقت بقى متجيش الا الساعه 7. زي ما قلت لك لازم الصينيه يكون سخنه الاول بالشكل ده كده. دخلها الفرن بقى. بدأ هنا اهو بقى بسم الله ما شاء الله يقب خالص. عايزاك تسكي عليه الفرن خالص، بس انا بفتحه علشان اصور واوريكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دي من اول صينيه لسه، من اول صينيه وهو عمل كده. خدوا اللون من فوق اهو. طبعا والله انا ما قفلت الفيديو خالص، وده اول صينيه. شايفين اللي مقبش ده؟ حطيت واحد طويل مطول يعني مع المربع عشان الصينيه تاخد، بس عشان لسه مرتاحش قلبي بقى الصينيه كل شويه، قلبي الصينيه. خلاص انا بكتفي باللون كده، هطلعه بقى كده من الفرن. بجد ما شاء الله. شايفين الحلاوه والجمال؟ تبخي كده زي ما قلت لك ببخاخه عاملاها مخصوص للمعجنات، وترش وشه كده بيديك اللمعه. عامله شويه ميه على زيت وبرش كده اول ما اخرج العيش من الفرن، بيديني طراوه كده. العيش طبعا هو سخن دلوقتي مش عارفه اوريه لكم. شايفين العيش؟ شايفين البلالين؟ والله من اول صينيه. شايفين؟ مقاديره سهله وبسيطه قوي، وما شاء الله عليه ما بياخدش وقت خالص. وده كده تاني صينيه كده، حمرها شويه واخرجها على الفرن تاني على طول. ده واحط الصينيه اللي بعدها على طول. من الفرن زي ما قلت لك اجيب كده البخاخ كده بتاع الميه والزيت. شايفين بيدي لمعه عامله ازاي؟ بقى بخرج هنا على نفس الملايه برضو، يعني هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش ولا واحد طلع، كلته ما شاء الله بلالين. ده بقى النوع المطول اهو، برضو بوريكم شايفين اهو، بس في واحد مدور وفي الوسط اهو. كلته والله ما شاء الله من اول رغيف لحد اخر رغيف هو بنفس الشكل كده. عشان يطلع معاك كده لازم تكون النار عاليه قوي من فوق ومن تحت، ولازم تكون الصينيه سخنه قبل ما تدخليها الفرن، ولازم تقفلي باب الفرن علشان يرتفع مع بعضه كده. هو ما بياخدش حاجه خالص في الفرن، مجرد ما الصينيه بتاعتك تدخل سخن قوي وتحطي فيها العيش بيطلع، وتقفلي باب الفرن بيبقى معاك ما شاء الله. اهو الكميه اهي. طبعا طول ما انا قاعده والله باكل فيه، مش مبطله اكل.
العيش قدامكم اهو خالص خالص، شايفين والله ما في ولا واحد طالع، كله ما شاء الله عليه. شايفين الرغيف عامل ازاي؟ وقلت لكم الخطوه دي لما تخلصوا العيش اخر حاجه واي صينيه تطلع من الفرن تقوم ماسكين كده ازازه انا عاملاها للمعجنات كده، برش كده عليها كده. اوريكم كده بقى، افتح كده اول رغيف كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو، وده النوع المطول، ده النوع المطول منه برضو زيه بالظبط. وشايفين اهو لين خالص ويدوب في البق ده. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. اي مشويات اي حاجه ما شاء الله عليه، ولا تشتري ولا تعملي خالص. اهو اه كله بنفس والله كله شايفين على الطبيعه قدامكم، ما عندك اي حاجه خالص. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا بيه، وما تنسوش اللايك والشير بالفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل ينزلك على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.